السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة عمل الكبدة. هنشوحها كده ببصل وهتبقى جميلة معانا وطعمها حلو جدا. ومعانا هنا الكبدة قطعناها شرايح حتت اهي. انا قطعتها وهي متلجة شرايح كده صغيرة. ومعانا بصلة مقطعينها شرايح كده، جناح العصفورة كده صغيرة، وفلفل برضو رومي حار حسب ما انت عاوزة كده، قطعناه برضو حتت صغيرة. معانا هنا بقى التوابل، معانا هنا شوية توم كده حلوين كده مبشورين، ومعانا كزبرة وملح وشوية من البابريكا كده صغيرين، ومعانا عيدان قرفة وورقتين من اللوري وشوية فلفل اسمر وشوية من الكمون. لو عندك بقى ايه توابل كبدة ممكن تضيف عليها كمان شوية عادي. وهنضيف مرقة، المرقة برضو بتديها طعم وبتخليها حلو. معانا هنا بقى هنحط هنا معلقة زبدة كده كبيرة، وشوية كمان من الزيت الحلوين كده، شوية زيت حلوين علشان الكبدة بتحب الزيت. هنا بقى ايه الزبدة قربت تسيح معانا عشان ما تتحرقش، فانا هنزل الكبدة على طول. هنقلبها كده، هنشوحها كويس الكبدة، يعني هنشوحها كويس كده لما تنشف كده عشان تبقى حلوة. ونحط كمان معاها التوابل، هنحط التوابل وهنحط الثوم علشان تديها طعم كده وريحة. وهنقلب كل المكونات دي كده مع الكبدة، هنقلب كويس. هنقلبها كلها. عايزه اقولك ان الكركم هيديها لون وكمان هيديها طعم حلو خالص معانا. هنقلب كده نشوح كويس. بصوا هي كده معانا اتشوحت اهي، بقت كده تمام، بقت جميله. هنشوح برضو نقلب كده كويس، ريحتها جميله جدا وطعمها كمان روعه. هنقلب كده. لسه هنسيبها كمان شويه كده اما تنشف شويه كده. اهي معانا جميله. هنقلب باستمرار عشان ما تلزقش. وهنضيف بقى البصل، هنضيف البصل ونقلبها برضو كويس. احنا ما هنحطش كل المكونات مع بعض، هنحط بس البصل والفلفل هنحطه في الاخر لما نقرب نطلعها كده تستوي، يعني ايه قبل ما نطلعها بدقيقتين كده ولا حاجة علشان يبقى حلو. نحط بس البصل علشان ما يجرش معانا ويبقى مستوي، ويبقى مستوي كده مع الكبدة وحلو كده مكرمل وحلو. هنقلب برضو باستمرار يا بنات، يعني ما تسيبهاش وتطلعي تقعدي بره علشان ما تتحرقش. احنا هنسيبها في الاخر بس، وهنبقى ايه نوطي عليها علشان ما تتحرقش. وبعدين هنا كده قربت تستوي معايا خالص، بقت تمام. هحط بقى الفلفل لما اقرب اطلعها، هضيف بقى الفلفل وهقلبها كده كويس جدا. عاوزه اقولك ان طعمها رهيب رهيب. الطريقه دي جميله جدا لطريقه الكبده، واحسن كمان واوفر من اللي بتشتروها من بره. هنسيبها بقى دقيقه ولا دقيقتين ونطفي عليها. وكده اهي الكبده بعد ما استوت معانا، شفت البصل مكرمل معاها ازاي. وعملت كمان طبق سلطة شرايح كده وشوية من المكرونة وشوية زيتون كده حلوين، وكان غدا جميل جدا.
لو عجبتكم بقى وصفتي النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا لي في القناه.